السلام عليكم. واش كنتو عارفين الاخوان بلي راه الطوينكات اللي تيديروهم الرجال راه في الاصل ما كانوش تيداروا للزينه؟ بمعنى راك ماشي تديرهم وتتبان بوغوس وواعر ويونيك وكذا، راه تخربيق. راه الاصل ديالها هو ان المصريين القدماء كانوا تيديروها للعباد ديالهم اللي كانوا تيشريوهم وتيديروهم في القصر ديالهم باش يخدموهم، يعني تنسميوهم حنا العبيد. كانوا فاش تيخصيوهم يعني تيحيدوا ليهم بين قوسين وسمحوا لي تيحيدوا ليهم القليوات ديالهم، تيديروا ليهم الطوينكات باش كيرشموهم بان هادو راه هما العبيد اللي مخصيين، باش حتى الا خلاوهم في الديور ديالهم وفي القصور ديالهم باش تيخدموا تمايا مع النساء ديالهم، تيكونوا عارفين بلي ما غيديروا حتى شي حاجه. بمعنى ما لا يحركون ساكنا، بمعنى ما عندهمش الذكوره. صافي حيدوا ليهم الخصيتين ديالهم، صافي الله يخلف ولاو بحالهم بحال الدريات. وكانوا تيرشموهم بالطوينكات. عليا راه الطوينكات راه رمز العبودية ورمز الإخصاء ورمز عدم الرجولة. صافي حيدوا ليك اخويا اللعيبات ديالك، صافي وليتي بحالك بحال المرأة. لذلك طاقيري هذاك اللي تيدير الطوينكات ولا يحسب عند راسو بانه راه داير شي حاجة، راه داير مزية. قل لي اخويا راك ما داير لا مزية لا والو، راك كتشبه غير بالعباد القدماء، وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.